السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال يا ربي. الوصفة ديال اليوم صراحة رائعة جدا جدا جدا، كنتمنى الكل يجربها وما غاديش يندم عليها إن شاء الله يا ربي. البغرير بالجبن والعسيلة والمكسرات. الإخواننا في الشرق كيسموها القطايف. المهم اللي ما كيعجبوش البغرير بالطريقة العادية بهاد الطريقة غادي تعجبو بزاف، وكتحلية رمضان إن شاء الله، وكتنويع الوصفة أو كتنويع المائدة ديال الكوتي، وكتنويع في البغرير بطريقة جديدة. أنا عندي هنا درت كأس ديال الماء الدافئ، وكأس ديال الفينو كما شفتوا، ومعلقة ديال الدقيق الأبيض، وفاني وحدة، وخمارة ديال 8 غرام وحدة حتى هي. أنا الماء، بالنسبة للماء ضفت كذلك نصف كاس، يعني كأس ونصف ديال الماء. ضفت النصف حتى التالي، يعني بغيت الخليط يجيني القوام ديالو ديال البغرير العادي. ما خليتها لا ترتاح ولا تخمر ولا حتى حاجة، مباشرة غادي نطيبها في هذه المقيله اللي شاركتها معكم، اللي شريتها صراحه فرحانه بها بزاف لانها عمليه، وكتجي بغريره صغيره هكا زويونه، كتصدق رائعه جدا في واحد الوقت وجيز بزاف، كتجي مزيونه. يمكن لكم توضعوا بغرير هكذا، يعني البغرير العادي في الطبيصل ديالكم، يمكن لكم تضيفوا له الجبن. حنا اليوم غادي نضيفوا له الجبن، وغادي نحطوها بتقديم على شكل القطايف كما كتشوفوا، بدون مبالغه. التخلاط ديالها والتطياب وحتى ان نوضعوا الجبن في وسطها اخذ مني اقل من 5 دقائق. كان هاد الطبيصل عندي واجد ديال التحليه رائع. بالنسبه للجبن، انا خديت هذا الجبن ديال الطاسه، كيعجبني صراحه رائع جدا، ما فيهش مواد حافظه، ما فيهش، عفوا ما فيهش منكهات، كيجي الجبن مزيون. انا ضفت له القليل من الزيت، يمكن لكم اي جبن اخر. الزيت يمكن لكم تستغنوا عنه. انا كنفضل البغرير يكون عندي فيه الزيت، واخا هو صعب عليا شويه باش نسدها، باش كيترخى لي شويه الجبن فقط. هذه هي الوصفه، غادي ندير القليل من الجبن في الوسط كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد المكونات، حطت لي تقريبا 11 قطعه، ماشي تقريبا، فعلا 11 قطعه، يعني طبيصل هو هذاك. انا ضفت له هنايا كذلك العسل البلديه، العسل الحر، يمكن لكم تستغنوا عليها، ولكن العسل مع الجبن مع البغرير كيجي واحد المزيج ولا اروع. صراحه هذه الوصفه هذه كنتمنىكم تزعموا عليها. كنضيف الكميه ديالي كامله. بالنسبه اللي معنا اول مره، ما تنساوش تشترك في القناه وتدعمونا بالزر لايك، دائما التشجيعات ديالكم كتشجعنا بزاف، الكلمات ديالكم الطيبه شكرا ليها بزاف. وهذه الوصفه هذه انا كنعتبرها بحال هديه لاي وحده تزعم وتجربها. انا واخا كتفتح لي غادي نسدها، لانني طيبتهم مزيان، كنبغي بغرير يكون طايب مزيان كما كتشوفوا. يا سلام يا سلام، اروع من ما كاين. في الاخير ضفت له القليل من اللوز مهرمش، يمكن لك اي نوع من المكسرات، كاوكاو، بيستاج، اللي كاين كتزيين وكيعطي لذة رائعه. بالنسبه للعسل انا درت القليل فقط، وكيعطي رائع، واحد الطعم رائع ديال التمازج. وبغرير غادي ديروه هاد المره، هاد الطريقه هادي من اروع ما يكون، بالصحه والراحه ان شاء الله تشكروني عليها. كما كتشوفوا، يا سلام، وشكرا لكم جميعا، وبالصحه والراحه الجميع.